سلام سلام غزالتي الفنات. تهيت طاجين ديال السردين الكفته وانا نقول والله تنصايبو. المهم هذا على طريقتي، نخليكم مع الطريقه، ولكن اجي نناقشوا واحد التساؤلات عندي في راسي ما عرفتش علاش. سبحان الله، منين كتكوني خادمه على راسك وخادمه على دوك العقد المتوارثه اللي جايبه معاك وشحال من حاجه، سبحان الله كيجيو في طريقك غير دوك الناس اللي ما دايرين حتى شي افور على راسهم. وبغيت نعرف واش كلنا هكا ولا غير انا حيت ما يمكنش شي مرات كيجيوني بحال الناس ما كيحاولوش يزيدوا براسهم للقدام. صافي بحال انا وصلت لهنايا، صافي هذا هو لو ماكس اللي خصني نوصل ليه، صافي شي حاجه اخرى دو بلوس ما كاينش لاش. ولا بحال دوك لي زامي اللي كيكونوا معاكم بخير، سواء امي سواء في لي ريلاسيون سواء راجلك سواء اي حاجه، فاش تيكون معاك كتكوني بحال كتحسي براسك براك في واحد التيران اللي يقدر يتفرقع عليك في اي لحظه. ها هما بخير دابا عادي، ولكن شويه بحال تيتقلب لهم المود، تجيوليو راسهم، تتولي انت خايفه لا تكوني دايره شي حاجه ولا غديري شي حاجه اللي غتقلقوا، ديما تتبقاي في واحد التوتر. او المصطلح الصحيح هو بحال كتكون كتمشى معاه على البيض. هما تيكونوا بحال كيبغيوك بزاف، وفي نفس الوقت كتحس بان بحال ما تيبقاش يحملك في نفس النهار. ولكن هذا النوع هذا للناس اللي ما عارفينش هو ان هذا مرض بسيشيك، اضطراب الشخصيه الحديه او borderline personal disorder. الناس اللي غيقولوا لي هادشي غير فشوش، هادشي ماشي فشوش، هادشي بصح مرض. وهما راه الخوف من ديالهم من لابوندون او التخلي ديال الانسان عليهم هو اللي كيخليهم يديروا هاد التصرفات، بانه كتلقاه دابا راه معاك مزيان، ولكن شويه بحال ما عمره ما عارفك، ما عمره ما هضر معاك، ما كيقلبوا وجههم. وهاد التصرفات هي اللي كتخلي الناس القرابين ليهم ديما كيقولوا مال هذا تيتفشش علينا. فاش تكون كونسيون بداكشي اللي عندك تيخليك تحاول تعالجه. علاه انا نحاول نهضر معكم على هادشي، ولا كتعرفوا شي واحد بحال هكا غير يكون عارف شنو عنده. واحد عارف ماشي هو ما عارفش. بحال منين كتدخل لشي حومه وكتبان لك شي دار واعره، كيبان لك المنظر من ديالها من برا راه واعره، كتقول اش خبارك من الداخل من غندخل لها تكون واعره. ولكن المفاجاه الصادمه هي ان منين كتدخل لها كتلقى السواري ديالها والساس ديالها راشي وما وقفش على الصح. كيبالك بان غير غيصوت شي ريح خفيفه غيبالك داكشي كله تيتزعزع غيطيح. هكا دايره النفسيه والحاله الداخليه من ديال هاد الناس اللي كيعانيو من هذا الاضطراب الشخصيه الحديه. منين كنهضروا على هاد لو تروبل، الميكانيزم اللي كيتحكم في هادشي كامل هو الانستابيليتي، عدم الاستقرار. بحال كما قلنا دوك السواري غير كيجي الريح كيزعزعهم من المشاعر ديالهم ومن العلاقات ديالهم، من طريقه باش كيشوفوا راسهم. الا سولنا راسنا علاش هادشي كيوقع، الا دخلنا للعواطف ديال هاد الناس غنلقاو بلي عندهم عاطفيه خياليه، بحال شي تران غادي ب 500 كيلومتر بلا فران. المنطقه اللي في الدماغ مسؤوله على الخوف والاحساس عند هاد الناس كتكون خدامه بواحد الجهد اللي لا يوصف. فين انت غتقدر تقلق حيت صاحبك ما جاوبكش في التليفون، ولا راجلك ما جاوبكش في التليفون، ولا شي حاجه بحال هكا. هما لا، هاد الناس كيعيشوها بحال انت تخليتي عليه الى الابد، بحال ما عمرك ما غتعاود تعيط ليه، ما غتعاود تلاقاه، ما حتى حاجه. هادشي اللي كيخليهم هما من ناحيتهم كيحسوا بالخوف من التخلي. هاد الخوف هو اللي كيخليهم يديروا واحد الحركات اللي مباغته وكتكون مبالغ فيها، لانه كيقدر يغوت، يقدر يجرح بالهضره ديالو، يقدر داكشي اللي كيقول كيفوت الافكار ديالو. وهادشي كامل غير باش يوصل لرساله وحده اللي هي عافاك ما تخلاش عليا. وهنا فين كيبان التناقض من ديال هاد الناس. باش ما يمشيوش الناس ويخليوهم ويتخلاو عليهم، كيديروا ردة فعل امبولسيف ومبالغ فيها، هي اللي كتخلي الناس يهربوا منه. كيدخل في واحد السيركل فيسيو ديال الغضب اللي ما خصوش يدخل فيه. موراها مباشره كيجي كيدخل في واحد الحاله من ديال الندم الشديد، وعاد باش من موراها كيدخل الجلد الذات، وهي علاش درت هكا وعلاش درت هكا والناس ما كيبغيونيش.
وكيكره راسو وكيخلي كيقول عليها الناس كيسمحوا فيا وغيخليوني وما تيبغيونيش. فاش كيكثر عليهم الضغط لواحد الدرجه اللي كبيره وما كيقدروش يتحملوه، كيبداو يبانوا لكم بحال كيفقدوا الكونيكسيون بالواقع، كيبداو يدخلوا في واحد البارانويا من ديال الناس ضدي، الناس ما كيبغيونيش، الناس كلهم انا اللي هما اللي غالطين من حقي فهمتوني شنو بغيت نقول؟ هما العقل ديالهم بحال كيحيد واحد البريز باش يبروتيجي راسو من واحد الالام النفسيه. وهو السؤال المطروح هنايا هو شحال من مره حكمنا على شي واحد مال هذا مقصدار ولا مال هذا ما كيحشمش ولا فاش كيبدل الستيل ديالو حنا تنقولوا مال هذا ما عارفش راسو شنو باغي، هو راه عنده تروبل ديدونتيتي. وشحال من مره شفنا شحال من واحد كيبغي يعمر داك لو فيد الداخلي ديالو، دوك لي سونتيمون كرونيك دو فيد بالماكله، ولا كيبان لك كيشري بزاف كيخسر الفلوس بزاف، هو في هذا المول هو في هذه. حنا البنات كنعيشوا بزاف هذه، اولا الادمان اولا كاين بزاف د الحاجات. احنا اكثريه الناس غير كيحكموا، ديما تسمع الناس هذا غير انسان متهور ما عارفش راسو شنو كيدير. وهنا غنقول لكم بان الطاجين ديالي طاب، وما تنساونيش من اللايك ديالكم و سبسكرايب. ميرسي، شكرا.